بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ درسنا الرابع من دروس كيفية استخدام برنامج الكود جنريشن. خدنا الكلام اللي فوق ده الكونكشن والسلكت والانسيرت والابديت والديليت. النهاردة إن شاء الله هناخد سيلكت كاونت وسيلكت ماكسيمم والمينيمم والسيلكت سم والسيلكت افريج ونشوف سيلكت بتوين تو ديت. طيب تعالوا نشوف كده الجدول اللي احنا شغالين عليه، جدول الايتم. الجدول فيه بيانات كتير اهي. تعالوا نشوف البرايس مثلا ونسلكت الايه كاونت بتاع الجدول. اعلم مثلا كده ونقول له سيلكت كاونت. هيطلع لنا فانكشن كبيره كده، هناخدها ونروح عاملين ايه، نروح جايبين ليبل. تعالوا نحط ليبل كده هنا اهو، ليبل نحطه هنا كده، ونحط ممكن بوتون برضو بحيث ان احنا نشتغل بيه. ونروح جايين كده وايه وعاملين الفانكشن. نحط الفانكشن الاول اللي احنا نزلناها دي، ونروح عاملين كده select count ونقول ان label 1 دوت text بتساوي الجملة الفانكشن دي. تعال نشغل ونشوف ايه القصة. هندوس على الزرار، بصوا 1 2 3 4 فعلا 1 2 3 4. طيب تعالوا نسلكت البرايس ونشوف بقى السم والماكسيمم والمينيمم ونشوف هيطلعها صح ولا غلط. هنخش كده على البرنامج اهو. برضو انا مش هعمل حاجة، بصوا لاحظوا ان انا ما بكتبش كلمة بايدي. انا هسلكت البرايس اهو، هقول له سيلكت ماكسيمم. بصوا كتبت الماكسيمم اهو، هاخدها واروح حاططها في الجدول بتاعي اهو، واروح منزلها، اخد الراس بس اهي ماكسيمم برايس واروح حاططها. وتعالوا نجرب شوف كده، اقول له بوتن اهو 24 فعلا الماكسيمم هنا 24. تعالوا نشوف المينيمم، هيبقى نفس القصة تقريبا برضو اهي مينيمم. هناخد الفانكشن دي ونروح حاطينها كده ونشوف هيحصل ايه. برضو على طول اهي كوبي ونحطها هنا. شوفوا كده اهي. تعالوا نشغل نلاقي المينيمم 12 صح. الصم نفس القصة برضو، كله شغال الحمد لله 100 100. برضو نفس الكلام هنا كده الصم بتاعتنا. بصوا كوبي، كله كوبي، انا مبكتبش كود ومبصش حتى على الكود. الحمد لله الصم هيجمع لي بقى الارقام كلها. الكلام ده بيسرع جدا الشغل. 78 اهي توتال 78. انا لو عايز اجماليات مثلا الاسعار كلها، عايز اجماليات المبيعات النهارده، عايز اجماليات مش عارف ايه، عايز الافريج متوسط الشغل النهارده، على طول هيطلع الرقم على طول بضغطة زر واحدة. معرفش ادور ولا افكر. افريج اهي، بياخد الافريج اوتوماتيك. وممكن وير كمان، يعني ممكن وير كذا. انتوا واخدين بالكم طبعا. طبعا المبرمجين المحترفين فاهمين قيمة الكلام ده. الكلام ده ليه قيمة جامدة جدا في الوقت، في اختصار الوقت للمبرمج المحترف اهو. افريج تعالوا نشغل متوسط الكلام ده 20 اهي، ده زائد ده زائد ده على عدد. طيب تعالوا ناخد بقى الديت ونشوف كده الكود بتاع الديت ده هيطلع ازاي. هناخد جدول كده يكون باي مثلا المبيعات ده، هتلاقي فيه ديت. بصوا الديت لو انا عملت كده تشيك اول كله وقلت له وير ديت، وجيت هنا بدل ما اقول له سيلكت، لو سيلكت اهو بصوا هيقول لك الديت بيساوي الديت. بصوا السيلكت هيقول لك وير فروم كذا باي وير ديت بيساوي ديت، صح كده؟ لا تعالوا بقى بص بتوين تو ديت. لو انا عملت كده بصوا وير ايه بقى، باي ديت اصغر من كذا او اكبر من كذا الاول متغير اهو، واند متغير تاني اصغر من كذا، وادي متغير تاني 2. وهنا هدخله الاولاني الديت الاولاني زائد، وهنا احط له الديت التاني. شفتوا بجمله واحده قدرت اعمل بحث بتو ديت على طول مره واحده. شفتوا سهوله الشغل.
الموضوع ده هيخلي الشغل يخلص بسرعة جدا، ويخلي البرنامج سريع جدا في عمله، وانت تقدر تبرمج كمية كبيرة من الصفح دلوقتي بضغطة زر واحدة على الكود. انت ناقص ان انت تربط بس الاكواد اللي بتطلع دي، تربطها ببعض. زائد هنا طبعا لو واحد مش شايف، ممكن يكبر يمين شمال. عايز اكبر الخط اهو 18 لو انا عايز اشوفه وراجع. هنا عايز برضو اغير نوع الخط نفسه، كمان ممكن اغير نوع الخط، لون الخط، كوبي وسيلكت اول. الكلام ده اهو، خط اهو، ممكن اخليه بولد، مش عارف اي نوع زي ما انا عايز. هنا لون الخط اهو برضو، هنا قص ولزق ونسخ. وهنا ممكن بقى هنا كمان في حاجة، ان انا اطلع ده في فايل تكست، اطلع الاختيار اللي انا اخترته ده في فايل تكست باسم الايه، باسم البرنامج. دي امكانية برضو ان انا اطلعه بره في فايل تكست لو انا عايز اعمل كذا تكستات، وبدل ما افضل رايح كوبي وكده اروح مطلعهم بره كلهم في تكست، وبعد كده اروح مجمع ايه، مجمع الشغل بتاعي مرة واحدة. كده يبقى احنا خلصنا شرح البرنامج، وان شاء الله في الدروس الجاية انا عامل سلسلة تانية فيها تصميم كامل للبرنامج، وشرح تفصيلي ازاي نصمم برنامج فعلي بواسطة البرنامج الكود جنريشن. وهنشوف ازاي قدرت اصمم البرنامج كامل، اضافة وتعديل وحذف وسيلكت كاونت والكلام ده كله بسهولة ويسر جدا، من غير ما اعمل اي حاجة، من غير ما اكتب اكواد كتير. اشوفكم ان شاء الله على خير في الدروس الجاية. وعايز بس اقول لكم طريقة التواصل معايا ان شاء الله. عندكم في طريقتين، الفيسبوك موجود الميل بتاعي على الفيسبوك، وموجود الرقم موبايلي على الفيديوهات من بره. وفي طريقة تانية على اليوتيوب، لو حد محتاج أي حاجة يسيب لي رقمه على اليوتيوب أو يسيب لي الفيسبوك بتاعه على اليوتيوب، وأنا إن شاء الله أتواصل معاه. وإن شاء الله أشوفكم على خير في السلسلة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.